طعمها وحش قوي. السلام عليكم، اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم محمد علي من قناه هنجرب فيديو جديد. قبل ما نبدا كده فيديو، يا ريت اللي مش مشترك في القناه يشترك ويفعل زر الجرس ويدينا اللايك الجميل، ويلا نبدا الفيديو. في الاول كده حابب اقول لكم على الاستراتيجيه اللي انا ماشي بيها الفتره دي. هتلاقوني بنزل شويه فيديوهات شورتس او الفيديوهات اللي هي القصيره مع فيديو طويل كده في اخر الاسبوع يوم الجمعه زي ما احنا متعودين، لان الاستراتيجيه دي بيقولوا ان هي بتساعد في انتشار القناه وان القناه تتشاف اكتر لناس اكتر، طبعا مع الشير بتاعكم وكده. فادينا بنجرب ونشوف. فاللي مش عارف ان انا كنت بنزل فيديوهات قصيره الفتره اللي فاتت، يدخل على قسم الفيديوهات القصيره في القناه وهيلاقي شويه فيديوهات حلوه قوي. طب بالنسبه للفيديو النهارده، فده فيديو من فيديوهات تشجيع منتج المصري، وده براند بصراحه يعني انا شفت منه كده من زمان كده، من كام شهر فاتوا شفت منتج ليه، بس كان منتج واحد وما كانش متوفر في كل الدنيا. فانا حتى لما قررت ان انا هجيبه واعمل له فيديو ما لقيتوش اصلا في الاكشاك، فنسيته وفجأة لقيته رجع تاني او موجود دلوقتي، بس كمان معاه نكهات اكتر. فقلت نجيبه بقى ونجربه. والمنتج ده اسمه زي. طبعا انا مش عارف هو بيرمز لايه او معناها ايه، بس هنشوف. تعالوا كده نبدأ. اول حاجة معانا انا جبتها، بس يعني حتى كنت مستغرب ان في حاجتين شبه بعض، بس اتضح ان هي لما جيت هنا لقيتها ان هي سباركلينج ووتر او ماء مكربن او فيه كربون كده يعني. فانا يعني مش عارف هل بيبقى فيه فرق بينه وبين المية العادية، يعني اللي عارف يقول لي في الكومنتات. وتعال نشوف. ده اسم الصنف مشروب غازي، والمكونات مية وثاني اكسيد الكربون، بس كده. بس مكتوب عليه ان هو زيرو كالوريز، زيرو شوجر، زيرو كاربس، زيرو فاتس. طيب ده تعبئة الشركة العربية للمشروبات والأغذية مدينة بدر، صنع في مصر. دي 300 مللي وسعرها 15، كلهم طبعا 300 مللي وسعرهم 15 جنيه. فمش عارف يعني نقيم مية، بس تعالوا نشوف، لأن هي مية فوارة أو مية مكربنة زي ما بيقولوا يعني. فأنا ما جربتهاش قبل كده، فتعالوا نجربها. تعالوا كده نجرب. طبعا انا ما بحبش الغطيان دي، ان هي مع واحده بس سهله، لكن لما تيجي تفتح كذا واحده كده ورا بعض يبقى الموضوع صعب يعني. المهم، ميه طبعا ريحتها ميه. هي ميه كده وفيها ستيم يعني، مش عارف يعني. موضوع غريب يعني، موضوع غريب ان انا اقيم ميه بس اهو بنجرب. بسم الله. طعمها وحش قوي. لا، فيها طعم والستيم قوي جدا كده، لا مش عارف يعني، مش عارف مين اللي ممكن يجيبها وليه تتشرب. تعال نشوف النكهة اللي معانا التانية. انا بقى عجباني يعني، من ضمن الحاجات اللي عجباني طبعا الالوان بتاعتهم تحفة. انا مش عارف طبعا هتطلع الالوان في الفيديو بالظبط زي الحقيقة ولا لا، بس يعني اللون ده لون بينك، وانا كنت فاكره فراولة وطلع ميكسد ميلونز. ميكسد ميلونز. ايه ميكسد ميلونز؟ يعني بطيخ، ميكسات بطيخ. يعني ايه ميكسات بطيخ؟ مش عارف. زي مشروب غازي بنكهة بطيخ مشكل، منخفض السعرات الحرارية وبدون سكر مضاف. ده اللون كده، مش عارف هيبان معاك ولا لا. وتعالوا نجرب كده ونشوف. هي ريحتها بطيخ قوي يعني، تعالوا نشوف كده. ريحتها حلوة ومشجعة. تعالوا نجرب. مبدئيا كده هو نكهة البطيخ عالية قوي، بس مع نكهة البطيخ العالية في صودا عالية قوي، وفي كمان المحلي الاستيفيا ده مدي طعم كده. مش عارف يعني، ممكن يبقى ذوق شخصي، ممكن تعجب حد وما تعجبش حد، بس كنكهة عجبتني قوي. اللي بعده تالت نكهة معانا، وهي نكهة الليمون، وهي اسمها ليمون لايم. زي ما انتم شايفين كده، شكلها كده شفاف. وده مشروب غازي بطعم الليمون الحامض. مكونات مياه غازية، مواد منكهة مطابقة للطبيعة، وسكر. تعالوا كده نفتح. في ريحة ليمون بس ضعيفة قوي يعني. تعالوا كده نشوف الطعم. تعالوا نجرب كده. بسم الله.
والله يعني هو الطعم اقل بكتير من الريحة، فلا طعمها ضعيف قوي. اللي بعده دي اللي انا كنت متحمس لها قوي ان انا اجربها، هي حاجة اسمها سكيتي كاندي او سكيتس كاندي. بس بصوا اللون، يعني اللون فظيع جدا. ودي عبارة عن مشروب غازي بطعم السكيتي كاندي. يا راجل كاتبها بالعربي. تعال نفتح ونشوف. انا قضايا باظت يا زي، شوفوا حل في الموضوع ده. يعني شوفوا لكم طريقة فتح تكون شد مثلا او حاجة. يعني الريحة مش مفيش اي مدية اي حاجة. تعالوا نصب كده ونشوف. تعالوا ندوق كده. دي بالظبط النكهات اللي هي الحلويات والملبس والمصاصات والمارشميلو والحاجات دي، لكن مفيش طعم محسوس معين مثلا. اخر حاجة ويلا بينا. اخر حاجة معانا هي اللون البرتقاني اللي هي التانجرين. التانجرين ده اللي هو حاجة شبه اليوستفندي كده. فهو هنا بالعربي هو كاتب مشروب غازي بطعم اليوسفي. ده شكله ولون المشروب نفسه. طب نفتح كده. اوه لا، دي اقوى ريحة فيهم وادق ريحة فيهم. يعني دي فعلا اقرب واحدة في النكهة الطبيعية. الريحة بتاعتها يمكن عشان دي حاجة فعلا طبيعية، الباقي بقى شوية حاجات ميكسات وكاندي والكلام ده. طيب تعال نشوف كده الطعم. ريحة حلوة اوي. بسم الله. طعمها حلو قوي. دي احلى واحدة فيهم لغاية دلوقتي، واقرب طعم للنكهة اللي فعلا مكتوب عليه. فيعتبر دي هي رقم واحد بالنسبة لي، اكتر واحدة عجبتني النهاردة. وتاني حاجة عجبتني هو البطيخ او ميكس البطيخ زي ما هو مكتوب عليه. بس بعد كده ما فيش حاجة عجبتني. يعني اللي هو الكاندي دي حاسس ان انا باكل ملبس بصودا، واللي هو بتاعت الليمون لا، حاسس ان هي ضعيفة قوي. كان في نكهة كولا بس مش لاقيها، يعني لغاية دلوقتي مش لاقيها. لو لقيتها بعملها لكم شورتس. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. فلو عجبكم الفيديو ما تنسوناش من اللايك والشير، واللي مش مشترك في القناه يشترك وفعل زر الجرس عشان يوصل كل الفيديوهات اللي جايه. واللي بيتفرج علينا من فيسبوك ما ينساش من اللايك ومتابعه الصفحه. وفي صندوق الوصف هتلاقي اكونت انستجرام ممكن تتابعوني عليه، بتنزل حاجات مش بتنزل على اليوتيوب. وزي ما قلت لكم روح عندي في السكشن بتاع الشورتس او الفيديوهات القصيره، هتلاقوا فيه كام فيديو قصير كده بدأ ينزلوا. ولسه في شويه فيديوهات تانية نازله في الفتره اللي جايه. فاشوفكم فيديوهات تانية كتير. شكرا ليكم. سلام.